ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم بفيديو جديد. كالعاده هنعمل مع بعض المحشي. محشي الكرنب طبعا من الوصفات الحلوه جدا في الشتاء، في فصل الشتاء. انا طبعا مجهزه الكرنب اهون يا جماعه، سلقاه واللحمه لسه زي ما هي، بس هفرمها والطماطم ومعانا بصل والخضره. انا هفرم البصل واللحمه طبعا في الكبه، والطماطم كله هعمله في الكبه وارجع لكم. انا هنا بقى ايه، قطعت الورق زي ما انتوا شايفين كده. انا بجهزه قبلها، وعصرت الطماطم، والرز طبعا غسلاه، وفرمت البصل والخضره كنت مقطعاها من الاول. ومعانا لحمه هي انا فرمتها، رجعت لكم بعد ما فرمتها. والبصل فرمته اهو زي ما انتوا شايفينه. معانا التوابل اللي احنا هنستخدمها: بابريكا وفلفل وكزبرة ناشفة وكمون ونعناع. طبعا ما ينفعش المحشي من غير نعناع، وملح. دي الحاجات اللي احنا هنستخدمها يا جماعة. خلاص، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنروح على البوتاجاز وهنشوف هنعمل ايه. طريقة سهلة جدا مفيهاش اي حاجة. انا حطيت هنا الزيت، شوية زيت صغيرين كده زي ما انتوا شايفين. ومعايا قطع من اللية لان انا عاملاه بلحمة ضاني. قطع من اللية مقطعها حتت صغيرة خالص زي ما انتوا شايفين كده، هتشوفوا دلوقتي اهو. اهي قطعتها قطع كده، وهحطها دلوقتي على المادة الدهنية اللي انا عملتها. المحشي دون طبعا بيكون باللية يا جماعة، وباللحمة الضاني بيكون تحفة. اهو انا هنا بقليها شوية مع المادة الدهنية اللي انا حطيتها. الزيت لازم نحط معاها حبة زيت صغيرين، وبقليها كده شوية لغاية ما تدبل معايا وتنزل ايه، شوية دهن من الدهن اللي فيها يعني. هنا هحط البصل اهي بعد ما نزلت شوية دهن منها. حطيت البصل وهقليه شوية لغاية ما يصفر معايا كده، ايه حاجة بسيطة خالص. يعني ايه، انا مش عايزاه يبقى اصفر خالص، يعني مش عايزة البصلة تكون غامقة، يعني عايزاها الصفار بتاعها يكون حلو عشان ما يبقاش المحشي ايه، تقيل برضو. خلاص. وهنا انا ايه، قليت البصلة اهي بدأت تصفر معايا. انا عايزة اللون ده، درجة اللون ده. لو انت عايزة تغمقها عن كده تغمقي، حاجة ترجع لك. خلاص. وهنا بقى هحط اللحمة وهقلبها، هقلب فيها لغاية ما تشرب البصل مع نسبة الدهن، كله يتشرب مع بعضه. اهي اللحمة بدها صدمة برضو على النار عالية كده. بعد كده هحط التوابل بتاعتي. وفي حتة هنا يا جماعة، في المقطع ما ظهرتش وانا بحطها، يعني بحط التوم ما ظهرش في المقطع. خلاص. الظهر التليفون ما كانش بيصور ساعتها. خلاص، انا حطيت كل حاجة. انا حطيت التوم في بعد ما حطيت الطماطم يا جماعة. حطيت الطماطم اهو بعد ما اللحمة اتعصجت معانا، وحطيت البهارات. هسيبها بقى هنا ايه، تتبل شوية، تتعصج اقصد، يعني الطماطم تتسبك معانا اهو. بصوا هي اتسبكت اهي. هعمل ايه هنا بقى، هنزل بالرز عليها. احلى محشي تكليب اللحمة الضاني دي يا جماعة. وهقلب كل المكونات مع بعض كده. وزي ما قلت لكم انا حطيت التومه يا جماعه في لما حطيت الطماطم بس، القطع المقطع ده ما تصورش. خلاص، بقلب كله كده مع بعض. في ملحوظه هنا يا جماعه عايزه اقولها برضو، هحط هنا بعد كده الخضار. في ملحوظه هنا، المحشي اللي انت بتعمليه باللحمه، الطماطم بتاعته مهما بتكتري الطماطم بتحسي ان لونه فاتح. فانا هقولك في الاخر الفيديو تعملي ايه. خلاص، انا حطيت الخضره اهون. هعمل ايه دلوقتي؟ انا في محشي الكرنب يا جماعه ما بحطش في قاع الحله، ما بحطش فيها ولا طماطم ولا بصل. انا بحط ورق اللي احنا الاخضر ده مش بناكله، بفرده في قاع الحله كده زي ما انتوا شايفين، وبحشي عليه اهو. حطيت كام ورقه كده فوق بعض على اساس ان الحله يعني ايه ما تلطعش معايا والمحشي ما يجرالوش حاجه.
بس برضو لطعت من الجناب لان في جارة جاتلي خبطت عليا وقفت اكلمها، والمحشي كان على النار فلطع من الجناب. فخير كله خير طبعا. هنا بقى انا هحشي هون لان بيكون اسهل لما بتكون مجهزه الورق دون، مقطعاه ومجهزاه بيكون اسهل لك. اهو ده حجم الورقه، باخد كده وبتلفي شويه رز صغيرين اهو على اساس المحشي يستوى معاكي اهو، بس على قد كده، وبرصصه في الحله بالشكل اللي انت هتشوفيه دون. لو اول مره تشوفوا قناتي، اشتراك يا جماعه، واللايك بالله عليكم محدش ينسى اللايك. انا خلاص لفيت ورق المحشي اهو، لفيت المحشي كله زي ما انتوا شايفين كده. هعمل بقى هنا دي زبدة بلدي يا جماعة. هعمل ايه، قطعت شوية منها وحطيتهم فوق المحشي كده فوق الكرنب. والطماطم دي طماطميتين قطعتهم طرنشات كده زي ما انتوا شايفين، وهحطها ارصصها بقى ايه فوق الحلة فوق المحشي، على اساس ان هي ايه تدي لون برضو للمحشي. والشوربة طبعا اهي زي ما انتوا شايفين، بحط في الشوربة طماطم يا جماعة عشان كده لونها غامق. اهو انا برصص الطماطم هنا زي ما انتوا شايفين كده عشان تدي لون للمحشي. خلاص انا رصصت الطماطم هنا، هحط بقى العقد بتاعي اللي هو الشوربه. مفيش اسهل يا جماعه من الكرنب، محشي الكرنب ده مفيش اسهل منه ولا احلى منه في الشتاء. اهو يا دوبك الميه تغطي ايه سطح الحله كده. اهو انا كده خلاص حطيت العقد بتاعها، يا دوبك مغطيه السطح، وهغطي عليه وهسويه دلوقتي. حطيت طبق كده وهغطي عليه واسويه واولع عليه واسويه اهو. هنا انا ولعت عليه بقى واستوى اهو، بوريكم ان هو استوى مفيش ولا صابع فك يا جماعه اهو. شايفين؟ بس هو لطع من الجنب لان فعلا في جرة خبطت عليا وقفت كلمتها اهو. هو واضح حتى من الجنب اهو. اهو كده خلص المحشي معانا زي ما انتوا شايفين كده، احلى محشي هتاكلوه بالطريقه دي. يا ريت لو عجبتك الوصفه لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وانتظروني في فيديو جديد ووصفات جديدة. سلام عليكم.